انا بحط كوعي جنب جذعي وببقى ثابت كده، وبعد كده ببدا ان انا اروح واجي. لو ثبت هنا دي كده اسمها ايزومتريك كونتراكشن. هل انا كده بعمل حركه؟ لا، لكن العضلات كلها اللي مسؤوله عن الانترنال روتيشن هي كلها شغاله. طب مين العضلات اللي كانت بتعمل انترنال روتيشن؟ عدينا على عضلات كتير جدا بتعمل انترنال. قلنا اللاتس كانت بتعمل انترنال مش اكسترنال، مع ان هي من عضلات الظهر. ليه؟ عشان هي ماسكه في عظمه الهيومرس من جوه مش من بره. في ناس كتير قوي بتتلخبط من حاجه زي كده، فلا، هي التيرس ميجر كمان بتعمل نفس الفكره، ان هي برضو داخله منين؟ من جوه مش من بره، والاثنين مع بعض بيشتغلوا في اي تمرينه. عشان كده تلاقيها شغاله معاك في اللات بول داون، تلاقيها شغاله معاك في الشولدر اكستنشن، تلاقيها شغاله معاك في الانترنال روتيشن. ليه؟ عشان الاثنين بيعملوا نفس الوظائف، الاثنين برضو ماسكين في العظمه بتاعه الدراع الهيومرس العضليه من جوه. طيب دول كده بيعملوا انترنال روتيشن. مين تاني بيعمل انترنال؟ عندك الصدر اللي هو البكتيراليس ميجر بيعمل انترنال، عندك الكتف الامامي بيعمل انترنال. طب ده كله عضلات بتخش بتساعد. مين العضله الاساسيه اللي وظيفتها ان هي بتعمل انترنال روتيشن؟ الا وهي السابسكابيلاريس، اللي هي العضله الرابعه اللي موجوده بتاعت الروتيتور كاف ماسلز اللي بتكون قدام لوح الكتف. فهي اللي بتكون ماسكه العظمه دي، واسهل واحده ان هي تشد. ليه؟ لان هي اكتر واحده متماشيه مع الالياف العضليه بتاعتها.